يا مساء الفل عليكم، كل سنة وانتم طيبين. النهارده هنعمل وصفة حلوة وسريعة وخفيفة كمان للعيد، للناس اللي تعبت من الفتة اول يوم بقى وتاني يوم وبطنها. بصوا الدنيا كلها دلوقتي بطنها بتوجعها، فتعالوا دلوقتي نعمل حاجة في نفس الوقت تبقى خفيفة كده وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا. جبت معلقه سمنه كده او زيت او اي حاجه دهنيه بتستخدميها، او لو اللحمه بتاعتك فيها دهون ما تحطيش اي ماده دهنيه خالص. ونزلت كده في الحله باللحمه اللي عندي. تمام، انا هديها بس صدمه بسيطه خالص كده على الوش ده وصدمه كمان على الوش التاني. قلبتها كده على الوش التاني ونزلت ببصلتين وطماطميه متقطعه، ونزلت بتوابل فلفل اسود، كزبرة، بابريكا، نزلت بورق لورا وحبهان وكمان قرنفل. لو عندك شوية جنزبيل برضو بيبقى حلو جدا. تمام، قلبتهم كده في التوابل بتاعتهم. وبعد كده هنزل عليهم بالمية السخنة. تمام. هغطي اللحمه يعني او على قد مقدار الشوربه اللي انا محتاجاها، لان الشوربه ديت انا لسه هستخدم منها. انا بحط البابريكا عشان بتديني لون حلو للشوربه زي ما انتم شايفين كده مع الطماطم. الاتنين مع بعض بيدوا لون حلو. كمان لو انت عندك طماطمايه مضروبه برضو بتدي طعم ونكهه حلوين جدا برضو في اللحمه وللون الشوربه وطعم الشوربه كمان. وكمان حطيت نص معلقه صغيره من السكر. في حله تانية بقى عندي هنا هجيب هحط شويه زيت على شويه سمنه، وهنزل بنص كيلو من لسان عصفور زي ما انتم شايفين كده. هنعمل مع بعض الرز بتاع الافراح او اللسان عصفور بتاع الافراح. بجد خطير جدا جنب اللحمه، وبيبقى يعني خفيف وحلو قوي. يعني هتنسوا الرز لو انتوا هتعملوه، يعني هتنسوا الرز. لحد ما بقى لونه بدأ ان هو يشقر كده هبدأ انزل عليه بربع كيلو من الشعريه. يعني حجم الشعريه بيبقى نص حجم اللسان عصفور. بحط ليه لسان عصفور الاول يشقر، عشان اللسان عصفور بياخد تحمير اكتر من الشعريه شويه. لو حطيت الشعريه معاه على طول الشعريه هتتحرق وهو هيكون لسه ما اخدش لون كويس. تمام، فبسيبه هو كده الاول يشقر كده، وبعد كده بنزل فوقه بالشعريه زي ما انتم شايفين كده. افضل اقلب فيهم وايدك تفضل فيهم علشان كلهم يبقوا نفس درجه لون التحمير. عايزاه يوصل معايا لدرجه اللون ده. هنا يعني ممكن يكون في 3 4 اخدوا مني لون زياده. اول ما يبقى بالدرجه ديت ببدا ان انا انزل عليه بالشوربه. تمام، الشوربه شوفوا بصوا طعمها جميل جدا. دي كانت ورقه لورا. نزلت كده من الشوربه كده. شايفين الشوربه هنا اللحمه قربت تستوي خلاص، والشوربه بجد خطيره وطعمها حلو قوي. بنبقى طبعا مظبطين الملح وكل حاجه بقى هنا في الشوربه. بننزل على طول على اللسان عصفور بتاعنا او رز الافراح بتاعنا. طب تمام. بعد ما بحط الشوربه كده على لسان عصفور، برضو برجع ادوق الميه بتاعت لسان عصفور او الرز الافراح ده، علشان طبعا في لسان عصفور وفي شعريه كميه يعني، فممكن ينقص من الملح شويه، فتظبطي الملح بتاعك. تشوفي ممكن ترشي رشه فلفل اسود. هعمل جنبهم ايه؟ عندي هنا بطاطس. البطاطس زي ما انتم شايفين كده متجمده، شايفين التلج عليها متجمده طالعه من الفريزر. البطاطس دي انا عاملاها بطريقه انا يعني انا ما صورتهاش في القناه، بس انا يعني مش عارفه هي مهمه ليكم ان انا اصورها ولا ايه. متجمده زي ما انتم شايفين كده. انا بجمد البطاطس سواء انا هستخدمها للطبيخ، سواء انا هستخدمها للمقليه، سواء هستخدمها ويجز زي ما انا هعمل دلوقتي. باي طريقه هتستخدميها. بصوا يعني هي متخزنه بقالها فتره، وشايفين لونها ولا غير ولا اي حاجه، ومتجمده زي ما هي اهي. طلعتها وهبدا اعمل لها خلطه عباره عن معلقه سمنه. طبعا هي بالزبده بس انا ما عنديش زبده دلوقتي، فحطيت سمنه وحطيت عليها شويه بابريكا وشويه زعتر وشويه ملح وفلفل وكمون. هخلطهم كده في بعض كويس، وهبدأ ارشهم كده على البطاطس معانا وهي متجمدة زي ما هي كده. هدهن كل البطاطس بالخلطة ديت، وهكون مولعة الشواية بتاعة الفرن ومقربة الشبكة من الشواية، وهحطهم تحت الشواية بس ياخدوا لون حلو كده ويستووا. وهقلبهم على الناحيه التانية برضو. هنا اهوت خلاص الرز بتاعنا استوى خلاص. بصوا جميل جدا. عايز تحطي معاهم نص كوبايه رز مصري او رز بسمتي عادي مفيش اي مشكله، ولكن هم كده لوحدهم كفايه وطعمهم حلو جدا. عايزه كمان تحطي سوداني او زبيب او اي حاجه من الحاجات دي برضو عادي جدا برضو، بس برضو هم طعمهم كده مش محتاجين اي حاجه تانية. جنب فراخ مشويه، جنب كفته، جنب اي مشويات بقى. بصوا تحفه جنب كل حاجه، كل اللحوم جنبها حلوه. طلعت اللحمه مسلوقه، عايزين تحمروها عادي مفيش اي مشكله، ولكن هي لونها حلو كده. وحطيتها كده فوق الشعريه باللسان عصفور بتاعنا. شويه سلطه خضراء بيبقى تحفه جنبها. الشوربه الخطيره زي ما انتم شايفين كده، وشويه البطاطس طلعوا كده استووا ومقرمشين وحلوين جدا. رشيت عليهم شويه صوص رانش كده حلوين جدا جدا جدا. شويه كاتشب بقى، مايونيز، اي حاجه.
الاكله على بعضها كده كلها راكبه على بعضها، طعمها حلو جدا. جربوها هتعجبكم جدا بامر الله. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه علشان يوصلكم مني كل جديد. نعمل مع بعض افكار وفيديوهات حلوه ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين، ربنا يا رب يعيد عليكم الايام بالخير. نعمل بقى اللقمه الكامله المتكامله، عباره عن شويه السلطه بتوعك بقى، يكون فيهم فلفل حراق كده، مع شويه الرز الافراح ده، مع حته اللحمه الدايبه دوب زي ما انتم شايفين بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بس كده، ده كان الفيديو معايا النهارده. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله.